السلام عليكم ورحمة الله. زهقنا بقى من كل يوم عاوزين نعمل كده أكلة جديدة في رمضان، وطبق كده مختلف وطعمه في نفس الوقت يبقى هايل. الطبق ده كده مختلف، كفتة بصوص البتنجان، حاجة كده في منتهى الجمال. نشوف الوصفة عبارة عن ايه. انا عندي لحمة، عندي بصلة، ده نص كيلو لحمة مفرومة، وعندي بصلة وفص توم. انا هاخد البصلة بالمية بتاعتها، مش هصفيها. وعندي ميه، وعندي بيضه، وعندي شويه منكهات، ملح، فلفل اسود، كمون، وبابريكا. وعندي بقسماط. هاخد اللحمه بتاعتي دي واحط المنكهات بتاعتي، التوابل والبصله والثوم، وكمان في معلقه بيكربونات الصودا، وادعكهم كويس قوي. لازم ادعكهم كويس قوي بحيث الاقي اللحمه امتصت كل السوائل، ما بقاش فيه سوائل. بعد كده احط شويه البقسماط بتوعي. بعد كده الميه دي هنزل بيها تدريجيا، مش هنزل بيها مره واحده. عشان كده قلت لكم احنا سيبنا ميه البصله. عشان كده انا هحط ميه. دي تقريبا نص كوبايه، بس انا ما استخدمهاش كلها. انا بدعك كويس قوي واشوف نسبه الميه عندي كويسه. انا عندي اهو اتكورت من غير ما اتفكت معايا. خلاص انا كده تمام. يعني انا فضل عندي تقريبا شويه صغيرين. هسيبها بقى في التلاجة، لازم تتبل كده مع بعضيها وتاخد طعم بعض. بعد كده دي بتنجانة انا هشويها في الفرن، وده بصلاية هكرملها، مش هشويها. ممكن تشويها، بس البصل المكرمل بيدي طعم حلو قوي، فانا هكرملها. عندي بقى، انا خلاص جينا قبل الفطار. بصوا بتقديم الطبق السواء مش هياخد حاجه خالص يا جماعه. يعني طبق سريع قوي للناس المستعجله. انا هشكل الكفته بتاعتي بالشكل ده، زي البرجر بس رفيع. هجيب الطاسه بتاعتي، هعمل الصوص بتاعي. دي معلقه زبده، معلقه دقيق، اقلبهم كويس زي ما فكره البشاميل كده بالظبط. بعد كده ده البتنجانه شويتها، وده البصل كرملته. هاخدهم كلهم وانزل بيهم واقلبهم كويس قوي. بعد كده انا عندي لبن، هنزل بيه برضه واقلب كويس عشان عندي الدقيق ما يتكتلش. انا حابه ان يبقى عندي البتنجان قطع شويه، يعني بحس بالقطع. لو انت عايزاه يبقى ناعم اضربيه بالهاند بلندر. هحط بقى المنكهات بتاعتي، ملح وفلفل اسود وشويه بابريكا صغيرين. انا عندي دي نص كوبايه جبنه. حطيت جبنه شيدر على جبنه موتزاريلا، اللي عندك حطيه. بس طبعا جوده الجبنه ونوعها بيفرق في الطعم كتير طبعا، لغايه ما يوصل عندي وتسيح الجبنه بالشكل المنظر اللي انتوا شايفينه الرائع ده. في طاسه تانية هنحط قطعه زبده، شويه زيت صغيرين، وننزل بقى بالكفته بتاعتنا. الكفته دي مش هتاخد وقت خالص، دقيقتين تقريبا على كل ناحيه. خلاص انا هطلعها ونقدم الطبق بتاعنا. هنحط الصوص اللذيذ بتاعنا ده اللي مليان بالجبن، وزي كل الناس بتحب الجبن السايحة. الصوص ده على فكرة ممكن ينفع ديب كده، نغمس ديب، لذيذ جدا. مطرح الزبدة او الطاسة اللي احنا عملنا فيها الكفتة، هنحمص كده بابريكا، حاجة بسيطة، ما تطولوش عليها عشان ما تمررش. وهناخدها وهنطش بيها كده الطبق بتاعنا، زي فكرة طشة كده الفتة. بيدي طعم كده مميز شويه. بصوا الطبق ده مختلف تماما من كل الاتجاهات. يعني جربوه وهيعجبكم جدا جدا جدا. ولو عجبك ما تنسيش تشجعني باللايك وسبسكرايب. ولو عايزه اي وصفه جديده انا بنزل بيها، ما تنسيش تفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك اي جديد انا بنزله. واقول لكم سلام عليكم، وكل سنه وانتم طيبين.